في إيقاف التنفيذ. قضت المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ما يلي: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس والغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحكم أو بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقافه تنفيذا لعقوبته الأصلية. يفهم من هذه المادة أنه يجوز لأي جهة قضائية أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف العقوبة، يعني تصدر حكم بوقف العقوبة لاعتبارات متعددة للشخص المحكوم عليه، كما لو رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على اعتقاده بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، شريطة أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ بأمر موضوعي متروك لتقدير سلطة القاضي، غير أن القاضي يحظر وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد الذي سبق الحكم عليه، وهو لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته لارتكاب الجرائم.